بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري. يروي آية الله السيد حسين تستغيب قدست روحه الزكية عن حادثة وقعت في زمان الرسول صلى الله عليه وآله. يقول صاحب القصة: كان والدي من المسلمين المحافظين على صلاته، ولكنه كان يفعل بعض المنكرات، وأحيانا كان يؤخر بعض الصلوات. مرض والدي مرضا شديدا ومات بعد ذلك، وكان وقت موته قبل صلاة الظهر، فقمت بتغسيله وتكفينه، وقلت: أنتظر حتى يحين موعد صلاة الظهر ويتجمع المصلين، ثم نصلي عليه صلاة الجنازة. وللأسف كان وجه والدي عند تغسيله أسود اللون، وبينما أنا أنتظر موعد الصلاة أخذتني غفوة ونمت، ورأيت رؤيا عجيبة. رأيت في عالم الرؤيا أن رجلا يرتدي ملابس بيضاء قد جاء من بعيد على فرس أبيض، فنزل وجاء إلى والدي وكشف الكفن ومسح على وجه والدي، فانقلب سواد وجه والدي إلى بياض ونور، وغطى وجهه وهم بالذهاب. فسألته: يا هذا من أنت؟ فرد وقال: ألم تعرفني؟ فقلت له: لا. فقال: أنا محمد بن عبد الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وآله. كان والدك لا يخطو خطوة إلا ويصلي علي، فهذه شفاعتي له في الدنيا، وله شفاعة يوم القيامة. فنهضت وأنا مندهش ولم أصدق ما أنا فيه، فقلت في نفسي: أكشف عن وجه أبي وأراه. ولما كشفت وجه أبي لم أصدق ما أراه. هل يعقل أن هذا هو وجه والدي؟ كيف انقلب سواده إلى بياض؟ ولكني عرفت إن ما رأيته لم يكن حلما، بل كانت رؤيا صادقة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله: من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بي. لذلك من يومها تركت كل شيء من حطام هذه الدنيا، وأصبحت على إثر والدي في كل خطوة أصلي على محمد وآل محمد، لأخرج من هذه الدنيا وأنا أبيض الوجه أمام الله وأمام رسوله وأمام أهل البيت، وأذهب إلى الآخرة وأقف مع الذين قد ابيضت وجوههم من أصحاب اليمين، وندخل الجنة. برنامج صباحة ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.